مساء الخير على صديقنا العزيز. أنا المساعد أول فريد المزهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر ابن سوريا الحرة. أنا من مدينة درعا، مهد الثورة السورية. دي كلمات قيصر اللي كشف بيها شخصيته لأول مرة بعد 10 سنين من انشقاقه عن نظام الأسد وفتحه قدام العالم كله، ما أدى لفرض حصار اقتصادي عليه ساهم بشكل كبير في انتصار الثورة. فريد ينتمي للطائفة السنية اللي بتمثل الأغلبية في سوريا، أصوله من مدينة درعا جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية. قبل الثورة التحق بالعمل في قلم الأدلة القضائية بقيادة الشرطة العسكرية اللي بتقع في حي القابون بالعاصمة دمشق، في حين كان مقر إقامته بمدينة التل في محافظة ريف دمشق. مهمته كانت تصوير كافة الحوادث الجنائية في مدينة دمشق، من حوادث سير لقتل وانتحار وغرق وحريق، بهدف مساعدة القضاء على الوصول لحكم عادل. لكن مع اندلاع الثورة في مارس 2011 تغيرت طبيعة عمله وأصبح مطلوب منه تصوير جثث ضحايا الاعتقال من شباب وشيوخ ونساء وأطفال اتقبض عليهم إما من الحواجز الأمنية والعسكرية أو من ساحات التظاهر والبيوت. الضحايا دول كان بيتم تعذيبهم وقتلهم بطرق دموية ممنهجة، بعدين تنتقل جثثهم للمشارح العسكرية بهدف تصويرها وتوثيقها قبل ما يتم نقلها لمقابر جماعية. عملية التصوير كانت بتتم لهدفين: الأول هو تأكد السلطة من تنفيذ أوامر التعذيب والقتل، وإن مفيش معتقل بيهرب بواسطة أو محسوبية، والتاني هو رغبة قادة الأجهزة الأمنية في إظهار ولائهم التام للسلطة لدرجة التنافس بينهم على قتل أكبر عدد من الضحايا. وطبعا توثيق الممارسات دي كانت دليل على تأكد بشار الأسد واللي معاه أنهم آمنين من العقاب واستبعاد احتمالية محاسبتهم في المستقبل. فريد بيشرح أن البداية كانت أوامر جات له بالتوجه لمشرحة مستشفى تشرين العسكري بهدف تصوير جثث مجهولة الهوية. لما وصل هناك عرف أن الجثث اللي بيقول إنها كانت طرية وعليها آثار دماء لم تجف تعود لمتظاهرين خرجوا في مدينة درعا، وإنهم اتعرضوا للقتل بالرصاص الحي قبل ما يتم نقلهم في شاحنات كبيرة مخصصة للفواكه والخضروات. الغريب إن كل جثة كان عليها 3 أرقام. هيعرف بعد كده إن الرقم الأول هو رقم المعتقل نفسه، وده لأن الشخص أول ما بيتم القبض عليه بينسى اسمه تماما وبيتحول لمجرد رقم. والتاني هو رقم الفرع الأمني اللي نفذ عملية الاعتقال والتعذيب والقتل. أما الرقم الثالث فهو خاص بالمشرحة وبيضع الطبيب الشرعي اللي بيكتب إن سبب الوفاة توقف قلب وتنفس، وكأنها وفاة طبيعية. تخيل أنت قدام سلسلة متكاملة من الجرائم البشعة وغير الإنسانية، لكن رغم كده اللي بيرتكبوها مهتمين جدا يوثقوها بنفسهم وبيتعاملوا معاها بشكل بيروقراطي تماما. عملية تصوير جثث المعتقلين سرعان ما أصبحت روتين يومي بمعدل 15 جثة، لكن مع زيادة وتيرة الاحتجاجات واتساع رقعة الثورة زاد الرقم ده ل50 يوميا، وبقى التصوير يتم في مشارح ومستشفيات تانية زي حراستا، وكمان تم تحويل جراج السيارات في مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث وتصويرها. فريد بيحكي إنه كان بيسهر لساعات طويلة يتصفح الصور ويتخيل حياة أصحابها والقهر والذل اللي تعرضوا ليه داخل المعتقلات. صور كتير كان بيظهر إن أصحابها متوقعين الموت، فتلاقيهم رافعين أصابعهم بالشهادة وأفواههم مفتوحة وكأنهم بيرددوها. لما كان بيبص لعيونهم كان بيتخيل إنهم شايفينه وبيقولوا له: إحنا تعذبنا ومتنا من غير ما حد يسمع عننا ولا يحاول ينقذنا. عشان كده حس إن أرواحهم بتحملوا أمانة إنه يوصل معاناتهم للعالم كله، وإنه يكون شاهد قدام ربنا والإنسانية على مصيرهم المؤلم. إزاي قدر قيصر سوريا إنه يهزم نظام الأسد؟ وهل ممكن نشوف قيصر في مصر يكون شاهد على معتقلات السيسي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. في بداية 2022 قضت محكمة ألمانية على ضابط سوري اسمه أنور رسلان بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بتعذيب أكتر من 4000 معتقل سوري وقتل 58 شخص
نتيجة التعذيب والمسؤولية عن حالتي اغتصاب وعنف جنسي أثناء عمله في فرع الخطيب، أحد أسوأ الفروع الأمنية في دمشق. في نفس السنة وفي ألمانيا برضو بدأت محاكمة طبيب سوري اسمه علاء موسى بتهم تعذيب وقتل معارضين داخل سجون ومستشفيات عسكرية في حمص ودمشق، بالإضافة لحرق الأعضاء التناسلية وحرمان معتقلين من قدراتهم الإنجابية. محاكمة رسلان وموسى بدأت سلسلة من محاكمات لضباط ومسؤولين في نظام الأسد، وكانت نتيجة مباشرة لشهادات تفصيلية مدعمة بوثائق وصور سربها موظفين وعساكر منشقين، أهمهم هو القيصر اللي بعد اندلاع الثورة أصبح شاهد على أعمال إجرامية ووحشية بيرتكبها نظام الأسد بحق شعبه. وده وضعه بين خيارين صعبين، إما إنه يكمل وفي الحالة دي هيبقى شريك في جرائم التعذيب والقتل، أو ياخد قرار مصيري بالانشقاق عنه والتبرؤ منه، وفي الحالة دي أكيد هيتعرض لمطاردة وتصبح حياته هو وأسرته مهددة بالكامل. فريد المعروف باسم قيصر قراره من البداية كان الانشقاق، وده اللي عمله فعلا عدد من زمايله خاصة اللي بينتموا للطائفة السنية، لدرجة إنه كان بيحكي إن زمايله من الطوائف التانية وخاصة العلوية كانوا بيهزروا معاه ويقولوا له هتنشق إمتى؟ لكنه قرر تأجيل الخطوة دي لمدة 3 سنين، وهدفه كان جمع أكبر عدد من الصور اللي توثق وتدين النظام السوري. خلال ال3 سنين دول عاش فريد حياة مرعبة من التخفي والعمل في سرية تامة. كل يوم تقريبا كان بينقل الصور من أجهزة الكمبيوتر في مقر عمله على فلاشة ويخفيها في شرابه علشان يعدي من التفتيش اللي زاد جدا بعد حوادث الانشقاق. خروجه من مبنى الشرطة العسكرية كان معناه محطات أصعب وأكثر تعقيدا، وده لأنه بيشتغل في منطقة تقع بطبيعة الحال تحت نفوذ النظام، لكنه عايش في مدينة التل اللي كان مسيطر عليها الجيش الحر، وكان بيتنقل يوميا بين المنطقتين. ورغم انه بيحمل هوية عسكرية، لكن النظام كان عامل لموظفيه وضباطه هويات مدنية مزورة عشان يقدروا يتنقلوا بحرية أكتر. في وسائل المواصلات كان بيعدي على حواجز أمنية تابعة للنظام، ورغم ان كارنيه الشرطة العسكرية يقدر يعديه بسهولة، لكنه ما كانش بيقدر يستخدمه، لأن لو حد من الركاب خد باله ممكن لما يوصلوا منطقة سيطرة الجيش الحر يبلغ عنه إنه عسكري. عشان كده كان بيخبي الفلاشة في أي حاجة هو شايلها، زي مثلا ربطة العيش اللي أكيد محدش هيشك إن ممكن يكون فيها حاجة مريبة. حواجز الجيش الحر هي كمان كانت مصدر خطر كبير بالنسبة ليه، لدرجة إنه في إحدى المرات كان واقف على الحاجز الأمني شخص عارفه كويس وعارف إنه شغال في الشرطة العسكرية، لكنه بشكل غير متوقع سمح له بالمرور. يومها فريد قضى ليلته خايف وحس إنه الخطر زاد عليه، وإن رحلته اليومية لتهريب الصور أصبحت محفوفة بالموت من كل اتجاه. وده اللي خلاه يكتفي بالصور اللي جمعها ويقرر يبدأ هروبه بمساعدة صور محليين في قرية الشيخ مسكين بمدينة درعا. ما كانوش يعرفوا غير إنهم بيأمنوا خروج عسكري منشق، فوصلوا الأردن بعد رحلة خطيرة، ومن هناك طلع على دول عربية وأوروبية مختلفة، وقدر يوصل لفريق تحقيق دولي ضم محققين في جرائم الحرب وخبراء جنائيين اتأكدوا من صحة الصور اللي كان عددها 55,000 صورة بمعدل 4 صور لكل جثة، عشان يتم تقديمها لمحاكم وبرلمانات عديدة وتكون سبب في ملاحقة واعتقال ضباط وأطباء متورطين في قتل الشعب السوري ومحاكمتهم في فرنسا وألمانيا وهولندا ودول تانية كتير. قبل ما يظهر قيصر في الكونجرس الأمريكي وهو لابس سترة زرقاء بتخفي هويته ويدلي بشهادته عن الجرائم اللي شافها، وده اللي تسبب في إصدار أمريكا قانون قيصر سنة 2020 اللي فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد نظام بشار عشان تعزله عن العالم الخارجي وتقيد وصوله لسلع وخدمات وتقنيات تدعم أنشطته العسكرية، وكمان صناعاته في مجالات الطيران والنفط والغاز. بل وامتدت العقوبات لأي دولة حتى لو كانت صديقة لواشنطن في حال تطويرها علاقات اقتصادية مع النظام السوري، وده اللي قيد مساعدة أنظمة عربية أبرزها مصر والإمارات والسعودية لنظام بشار رغم تطبيعها معاه. في شهادته وصف فريد ساحات تجميع الجثث بأنها مسالخ بشرية بالمعنى الحرفي، جثث مرمية على الأرض في كل مكان بشكل عشوائي، كتير منها تم تعريتها بشكل غير أخلاقي
عليها علامات خنق وكسر أسنان وفقع عيون وكسر أطراف. بعضها اتحول لهياكل عظمية من التجويع. ده اللي خلاه يحس إنه قدام آلة قتل شغالة ليل نهار بيديرها وحوش لا ينتمون للبشرية. حكى كمان إن معتقلات الأسد كانتش بس وسيلة لقمع المعارضين، دي اتحولت لوسيلة لجني المال من أهالي الضحايا اللي كانوا مستعدين يدفعوا أي مبالغ لمجرد معرفة خبر عن ذويهم، حتى لو كان خبر وفاته. فريد بيحكي إن كل يوم ضباط كبار كانوا بيبعتوا له أهالي معتقلين يشوفوا صور أبنائهم، وإنهم لما كانوا بيشوفوا الصور كانوا بينهاروا. واحد منهم اتكلم معاه وقال له إنه بقاله شهر بيدفع رشاوي لضباط عشان بس يعرف مصير ابنه. يعني تخيل، بيقتلوا الابن وياخدوا رشوة من الأب عشان يوروه صورة جثته. قصة تانية بيحكيها فريد لواحد زميله توسل إنه ياخد صورة لابن عمه اللي قتل في المعتقل عشان يوريها لأهله اللي عندهم أمل ابنهم يكون حي، بعد ما وعدهم ضابط برتبة عالية إنه يقدر يخرجه مقابل 600,000 ليرة. فريد قال له مش هقدر اديك الصورة لأنها لو وصلت لأي حد مصيرنا هيكون زي ابن عمك بالظبط، بس خلينا أكلمه وأقول له علامات موجودة في جسم ابنه تخليه يتأكد إنه مات. طبعا تقدروا تتخيلوا قسوة الموقف ده، واللي كان بيتكرر كتير بأشكال مختلفة. يمكن من أصعب المواقف اللي مر بيها هي معرفته بأن بعض الصور اللي معاه تعود لأقارب وأصدقاء ليه، منهم ابن أخته وهو شرطي منشق استشهد بعد اقتحام قوات النظام لبلدة الشيخ مسكين، وصديق اعتقل في مدينة التل واتقتل. رغم كده ما قدرش يتعرف على صورهم لأن كتير من الصور كانت ملامح الوجه فيها مشوهة، إما بسبب التعذيب أو التجويع لفترات طويلة في المعتقلات. فريد نفسه استقر في فرنسا وعاش حياة اللجوء اللي عاشها مئات الآلاف من السوريين، لكن اللي ميزه هو التخفي والظروف الأمنية اللي فرضت عليه قيود صعبة جدا بسبب خوفه من مطاردة نظام الأسد ليه أو لعائلته في سوريا. قصة قيصر لسه ما انتهتش. الراجل اللي كان سبب في فرض عقوبات على نظام بشار طالب العالم إنه يرفع العقوبات عن بلده بعد ما انتصرت ثورتها، وكمان طالب الحكام الجدد إنهم يسعوا لتحقيق العدالة من خلال فتح محاكم وطنية لمحاسبة كل المتورطين في تعذيب وقتل السوريين بهدف إنصاف الضحايا وعائلاتهم. وقال إن نضاله هيستمر لغاية ما بشار ورجالته يلقوا جزائهم اللي استحقوه في ساحة المرجع. وده مكان معروف في دمشق كانت بتحصل فيه إعدامات علنية، وتحول بعد انتصار الثورة لمكان تجمع أهالي المختفين قسريا والمعتقلين اللي لسه عندهم أمل يلاقوا أولادهم رغم إن السجون اتفتحت خلاص. آخر حاجة فريد قالها إنه ما بيحبش الكاميرا، قالت التصوير اللي لازمته طول حياته لأنها بتفكره دايما بمعاناة وآلام آلاف الضحايا. اللي عمله قيصر عمل بطولي بامتياز يستحق عليه كل جوائز الدنيا، وإن كان يكفيه تقدير وامتنان ملايين السوريين، لكنه كمان يخلينا نسأل نفسنا، هل ممكن نشوف قيصر في مصر؟ شخص يقدر يوثق انتهاكات نظام السيسي في حق مئات الآلاف من المصريين سواء بالاعتقال التعسفي أو التعذيب الممنهج أو الأكل. الواقع في مصر أكيد مختلف عن سوريا، لكن بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان فالوضع متشابه. خلينا نفتكر إن عندنا أكثر من 60,000 معتقل سياسي، ده معناه ضياع لأعمار كتير من الشباب، ونتيجته معاناة مستمرة لعشرات الآلاف من الأسر اللي بتدفع دم قلبها على الزيارات وبتتعرض بشكل دوري للإهانة والتفتيش عشان يوصل لها رسالة إن انتوا وولادكم تحت رحمة نظام قمعي. سجون السيسي اللي بيروج لكونها مراكز إصلاح وتأهيل في الحقيقة هي مؤسسة انتقامية بيعاقب بيها معارضيه، وفيها تقدر تشوف زعيم سياسي زي عبد المنعم أبو الفتوح بيواجه الموت كل يوم، وبيتعرض هو وكتير من قادة المعارضة لحبس انفرادي بيعزلهم عن العالم لسنين طويلة، وشاب زي علاء عبد الفتاح بيرفضوا يخرجوه رغم انتهاء مدة عقوبته الظالمة أصلا، وسيدة زي هدى عبد المنعم بيتم تدويرها في قضية ورا قضية، وبينهم آلاف وآلاف من الناس البسيطة اللي مش معروفين بيتظلموا وبيتحرموا من حريتهم لمجرد إنهم مش على هوى السلطة. شخص عارض بكلمة أو هتف في مظاهرة أو كتب كلمة على الفيسبوك أو ضايق ضابط أو اتقدم فيه بلاغ كيدي ممكن يلاقي نفسه ورا الشمس، مستقبله يضيع، دراسته تتعطل، أسرته تتفكك، أفراح ومآتم ومناسبات عائلية يغيب عنها،
حياته بتتدمر، وحتى لما بيخرج من المحنة دي بتترك أثارها النفسية جرح عميق جواه. خلينا نفتكر إن مئات المعتقلين بيموتوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي المتعمد أو بأحكام إعدام مسيسة بعد محاكمات هزلية، زي الشباب اللي اتهموا في قضية اغتيال هشام بركات. ونفتكر إن السيسي ادى عفو رئاسي لمئات الضباط اللي أدينوا التعذيب وقتل مواطنين مصريين ضمن سياسة الإفلات من العقاب، وإنه بيحمي القتلة دول عشان يكسب ولائهم. ونفتكر كمان إن عندنا آلاف المختفين قسريا اللي موجودين في أقبية الأمن الوطني وأجهزة المخابرات، واللي بيتم حبسهم خارج نطاق القانون، وغالبا بيكونوا ضحايا للتعذيب، وأحيانا بيكون كل أملهم هم وأهلهم إنهم يظهروا على ذمة قضايا حتى لو كانت ملفقة. ونفتكر إننا شاهدنا مجازر جماعية أكبرها في رابعة والنهضة لما اتقتل 1000 إنسان مصري على الهوى مباشرة في يوم واحد، وإننا شفنا موجات من التصفيات والقتل خارج نطاق القانون سواء في سيناء أو باقي محافظات مصر بحجة الحرب على الإرهاب، نفس الحجة اللي استخدمها نظام الأسد ضد شعب. عشان كل ده وأكتر، مصر محتاجة قيصة، شخص ضميره يكون حي، ما يكتفيش بأنه يرفض المشاركة في جرائم النظام، ده كمان يوثقها ويكشفها للعالم كله عشان تكون سلاح ضد مرتكبيها وأداة لنصرة آلاف المظلومين. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حسب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.